اختي عندها 40 سنة وبعد عشرة 20 سنة مع جوزها ما كنتش اتوقع ان ده يبقى رد فعلها او ممكن تعمل فيه حاجة زي كده في يوم من الايام. اسمعوا الحكاية وقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واخت صاحبة المشكلة بتقول اختي عندها 40 سنة، شكلها صغير ومش باين عليها سن. أهل غصبوها على الجواز من 20 سنة وجوزها كان أكبر منها ب10 سنين. اتجوزت فعلا ودخلت في بيت العيلة واتبهدلت في البداية علشان هو كان ضعيف الشخصية، بس استحملت معاه لحد ما ربنا كرمه وأخد لها شقة تمليك بره وحالتهم المادية بقت كويسة جدا وربنا رزقها منه ب5 أولاد. المشكلة بتاعت أختي إنها كل ما كانت بتخرج معاه كانت الناس بتتريق عليها، بصلهم بصات مش حلوة لأنه شكله مش حلو، لدرجة إنها اتعقدت إنها تخرج معاه تاني، وكانت دي عقدة حياتها وما كانتش بتحب تظهر معاه بره قدام الناس. وعدت السنين وكبروا ولاد أختي، في منهم اللي اتجوز وفي منهم اللي لسه في التعليم. بعد الفترة دي كلها أختي فكرت إنها تنزل تشتغل علشان مخنوقة وكانت عايزة تسلي نفسها. راحت قالت لجوزها في البداية كان رافض، بس بعد ما أقنعته وافق وفعلا نزلت تشتغل. وهنا بدأت مشكلة أختي شكلها صغير ومش باين عليها سن، وهناك في الشغل اتعرفت على واحد وحبته. الراجل ده جه قابل اخوها وقال له ان هو عايز يتجوزها، وهي صرحت اخوها راح يقول لاولادها، وهنا اولادها اخدوا موقف منها وما بيكلموهاش، وهي اضطرت انها ترجع تاني عن قرارها. بس طبعا قاعده دلوقتي حزينه ومش عارفه تعيش ولا تنسى الراجل اللي هي حبته. ودلوقتي هي بتسال بتقول احنا عايزين حل يرضي ربنا وفي نفس الوقت ما يكونش حرام. قولوا لي رايكم، قولوا لي احنا نعمل ايه. مبدئيا انت عايزه حل يرضي ربنا. متهيألي الموضوع ده كله من اول ما قريته لغايه ما بحكيه دلوقتي ما فيهوش حاجه ترضي ربنا. واحده تعرف واحد على جوزها بعد عشرة 20 سنه وكمان يروح يقابل اخوها علشان عايز يتجوزها، مفيش منطق ومفيش حلال في الموضوع. لا يخطب المسلم على خطبه اخيه، ده حاجه موجوده في القران انا ما بالفهاش. والمفروض اخوها كان يبقى رد فعله غير كده واعقل من كده. ما ينفعش يروح يقول لعيالها ويقول لهم ايه رايكم ماما هتتجوز وهتسيب بابا. طبعا انت بتهد بيت باكمله وخليت العيال يبصوا لامهم بشكل مش كويس. كان اضعف الايمان تقف ضد اختك وتفهمها اللي هي بتعمله ده حرام وغلط وما ينفعش اصلا تفكر فيه. والمفروض كمان ان انت تاخد موقف من الراجل اللي جه يطلب منك اختك وتعرفه ان حرام اللي هو بيعمله، وان اللي بيعمله ده ضد الدين وما ينفعش شرعا ان هو يتكلم فيه من الاساس. الموضوع كله على بعضه مش منطقي، بغض النظر بقى هي بتحبه هي بتكرهه. انا موضوعي كله ازاي انها تجيب راجل يتجوزها او يخطبها من اخوها وهي على ذمه راجل تاني. بغض النظر بقى هي بتكرهه هي بتحبه، فده حاجه ترجع لها. ممكن تقول له انا ما بحبكش، تتصرف تتطلق، بس ما تتطلقش علشان خاطر تتجوز راجل تاني. متهيألي ده ما فيهوش منطق وما فيهوش حاجه ترضي ربنا اصلا، ان الواحده تروح تعرف راجل على جوزها وبعد كده تقول غصب عني. انت خاينه، خنتي ربنا وخنت جوزك. فالموضوع كله على بعضه ما فيهوش حاجه اسمها يرضي ربنا، كله حرام في حرام. والمفروض تقعدي مع اختك وتفهميها وتقول لها ارضي باسمتك ونصيبك وما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، وحاولي تنصحيها وتدخلي لها من حته الدين، لان اللي بتعمله ده طبعا حرام في حرام وما فيش اي حلال في الموضوع خالص. وده كان رايي، وطبعا انا هسيب الراي للمتابعين في الكومنتات. ودي كانت حكايتنا، خليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.